Hold up. السلام عليكم، شلونكم حبايب؟ وان شاء الله الكل بخير. مبدئيا الحلقه اللي راحت اكو كم شخص يقول لي ابو البسامير وابو البسامير، ترى شخصيه مستقله وكيان مستقل وله وزن، يعني نصيح له باسمه احلى، اسمه مشعل، مو مشعل وانما بالكسره، مشعل. مشعل كان مشروع ريسايكلينج بالجامعه هو وحازم واكو بعد شغلتين، قلت لها هي صناعه يدويه بس انا مسويها، قالت ممكن تسوي حلقه تعلمنا شلون نسويهن. شوفي احنا كم اسبوع نشتغل على هالشغلات، اذا سويتها بحلقه يعني انا عبقري. تعاي درسي جرافيك ديزاين ويانا بالبتراء وتسوين هالشغلات ويمكن احلى. ملاحظين من تتابعون على اليوتيوب فيديو معين وتريد تعلق على هالفيديو المعين تعليق معين، يجيك شخص معين يقول لك اشترك بقناتي والله العظيم مردوده. طبعا الله يوفقهم جميعا، بس انت تفوت القناه تريد تشوف المحتوى ما تعلم وتشترك وياه، تلقى قناته عباره عن فيديوهات من اليوتيوب ومنزلها يمه. زين ابداعك وين؟ جهدك وين؟ تعبك وين؟ كل التعب مالته بالموضوع انه يفتر على القنوات يكتب لك اشترك ومردوده. الشخص اللي عندي شويه متميز عن الباقين، اذا يلقى شاب معلق يكتب له تاج راسي، اروح لك فدوه، ابوس رجلك، ابوس ايدك، بس سوي لي سبسكرايب. اردها والله بالقرآن اردها، والكائنات اردها، انت بس سوي لي وانا اردها. والله بلا مبالغه تباعون تعليقا جدي، يجدي لي السبسكرايب الجدي. وذلك بنيه اختي تاج راسي، اروح لك فدوه، اسحف لك على بطني، اموت لك 5 6 7 سنة موته، بس سوي لي سبسكرايب. فدوه اروح لك بس سبسكرايب. والله مردوده، والله مردوده. ترى عيب والله، يعني جدي انت خمت جدي، يعني ادري ماكو شخصيه بس همين عيب. على فكره اللي تسوي له وتطلع بالشارع على ربع تملين، صدقني تملين. واشوفه يفتر من زمان على تعليق. ترى انا كل عندي 18,000، خاف متيه وقاريها 180 لو 18 مليون. روح على القنوات الكبيره يمكن تستفاد اكثر. زين اوكي، وحصلت اشتراكات هوايه وبعدين انت ايش مستفاد؟ يعني اكيد كل الفيديوهات اللي عندك عليهن كوبي رايت، فانت ما مستفاد شيء. شوف انا مالي علاقه بيك وعايفك براحتك، وتعلق صار لك كومو وعايفك براحتك، بس على اخر فيديو دا اشوف اللي دا يعلقون بداوا يضوجون من عندك ودا يكتبوا لك كافي وين ما نروح نلقاك. بما انه صار الموضوع مزعج ودا يضوج الناس، فاعذروني بعد هالحلقه اي شخص يكتب اشترك بقناتي راح امسح تعليقه، واي شخص مثل ذاك الشخص اللي يعرف نفسه اذا تعلق لي على واحد اسوي لك بلوك. يعني رجاء لا احد يجبرني انه اسوي له بلوك وبعد ما يعلق على فيديو نهائيا. تريد نصيحه من عندي؟ انا لا طلبت من احد يسوي لايك ولا طلبت من احد يسوي اشتراك، اكو هوايه يسووها صح، بس انا باعتقادي اذا شاف المحتوى مالتك وعجبه هو من وحده راح يسوي اشتراك، ما يحتاج انا اقول له تعال اشترك. هو اذا عجب المحتوى راح يشترك من وحده وراح يسوي لايك من وحده. فقدم محتوى حلو، قدم شيء الناس تحب تشوفه، ولا تركض ورا العالم تعالوا اشتركوا، هم راح يشتركون من وحدهم. ومثل ما قلت اي شخص راح يعلق هيش تعليق راح انسح تعليقه، واذا استمر ولح بنفس التعليق مالته راح اسوي له بلوك وبعد ما يقدر يعلق ابدا. مو على مودي، الله يوفق الجميع وكل واحد له طريقته، بس الموضوع بدا يضوج الناس الموجوده يمي، اللي دا يعلقون يمي وبداوا ينزعجون من هاي التعليقات. ومثل ما قلت لكم قدموا محتوى الناس تحب تشوفه وبطلوا هالتصرفات، والله يوفق الجميع ان شاء الله.